السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير من اسكندرية من محطة أبو قير. طبعا ده مش النهاردة، الكلام ده كان في شهر 1 2024. فيديو متصور، بس أنا عايز نرجع كده معاكم بالزمن لتسلسل تطوير المترو. بس دوت من كام يوم كده محطة أبو قير عند محطة توسن. كلنا عارفين إن بدأنا في المشروع المترو في 5 يناير 2024، وبدأنا بوقف المترو من محطة مصر لسيدي جابر في 5/1، وبعدين في 5/2 وقف المترو من أبو قير للمنتزه، وفي 5/3 وقف المترو من المنتزه لسيدي جابر. ودي كانت بقى المرحلة الفعلية لبداية العمل في مترو اسكندرية. أول حاجة زي ما شفنا في الفيديوهات شالوا القضبان كلها من أول أبو قير لحد محطة مصر، وبعد كده شالوا بقى، بدوا يهدوا المحطات ويهدوا المحلات والأسوار. المترو يا جماعة مدته 30 شهر، يعني المفروض نستلم المترو ونركب المترو في شهر 7 2027. بس في كلام ان هم كانوا هيقللوا المدة 4 شهور، يعني ممكن نركب المترو ان شاء الله في مارس 2027 ان شاء الله. المترو زي ما قالت هيئة الأنفاق وال هيئة النقل والكباري والكلام دوت، إنه المترو الطول ده 21 كيلو متر. هيبدأ من محطة مصر لأبو قير في مرحلة أولى، وبعد كده المرحلة الثانية من محطة مصر لحد الماكس، والمرحلة الثالثة من الماكس لحد برج العرب أو 21 إن شاء الله. شايفين كده، بصوا أنا حاطط لكم صور جديدة مع صور قديمة أو لقطات قديمة مع صور جديدة، بحيث بنعرف الفرق ما بين المكان دوت من 10 شهور والأيام دي يعني. زي ما قلنا مسافة المترو دوت 21 كيلو متر من محطة مصر لأبو قير، 20 محطة. وتم إضافة 5 محطات جديدة، 5 محطات جديدة من محطة ميامي، ومحطة محمد نجيب، ومحطة كفر عبده، ومحطة سبورتنج، ومحطة باب شرقي إن شاء الله يعني. زي ما شفنا قعدوا فترة يعملوا مجسات للأرضية. كان بيجيبوا كده بلوكات كبيرة جدا خرسانة، بيحطوها على الأرض ويسيبوها كده فترة أسبوع أو أكتر، لحد ما يشوفوا الأرض تستحمل قد إيه. وبعد كده بدأوا يعملوا الخوازيق في الأرض، وبعد كده جابوا بقى الشبك الحديد اتحط في مسار الأعمدة اللي هو في البصار دوت، وبعد كده صبوا الأسمنت والحتة اللي فوق، وإن شاء الله قريب أوي هيحطوا بقى المسار الطولي فوق العمدان ديت إن شاء الله يعني. المحطة بتاعت محمد نجيب قدام شارع محمد نجيب، وميامي قدام كوبري 45، ومحطة وينجت الجديدة كفر عبده بقى شارع وينجت على طول، وفي محطة سبورتنج تقريبا قدام السبورتنج على طول، ومستشفى، ومحطة باب شرقي بعد كوبري إبراهيمية كده بشوية عند النريمان كده، ما بين الحضرة وما بين محطة مصر إن شاء الله. كان في كلام برضو إن الترام هتقف في أول الشهر الجاي، بس برضو هيئة النقل ونفت وقالت إن هم هيعملوا الترام ديت إن شاء الله بعد المترو ما يخلص، برضو ما يحصلش تكدس في المواصلات. برضو هيئة النقل عملت أتوبيسات بديلة للقطر بتاع أبو قير دوت،
من ابو قير لحد سيدي، هتلاقي في سيدي جابر كده، سيدي جابر هتلاقي الاتوبيسات زرقاء واقفه كدهوت، هتطلع من سيدي جابر لحد ابو قير، وفي اتوبيسات برضو من ابو قير لحد محرم بيه، لحد سيدي جابر، لحد بحري، لحد محطة مصر. صورنا من يومين كده عند سبورتنج، وكانوا بيعملوا شغالين في محطة مترو سيدي جابر، والحتة ما بين سيدي جابر ومحطة مصر كلها اتعزلت عن مسار القطر بتاع القاهرة والمحافظات، عشان ما يحصلش ايه مشاكل يعني. برضو عارفين ان القطر دوت 21 او المترو 21 محطة، منهم محطة مصر، باب شرقي، الحضرة، سبورتنج، كفر عبده، كده 5 محطات. سيدي جابر 6 محطات سطحي، سيدي جابر، سبورتنج، الحضرة، باب شرقي، محطة مصر، نسينا حاجة وتاني سيدي جابر، لا أول حاجة وينجت، كفر عبده، كفر عبده، سيدي جابر، سبورتنج، الحضرة، باب شرقي، محطة مصر. يعني 6 محطات مسارها سطحي، وهيتعمل محطات سطحية. فاضل عندنا كام محطة؟ فاضل ايه؟ 14 محطة. دول هيبقى ايه؟ مسار علوي للمترو، الظهرية، السوق، وبريال. الرمل الميلي اتشالت علشان المسافة ما بين وبريال وفاكتوريا قصيرة. يعني المسار العلوي عندنا الظهرية، السوق، وبريال، فاكتوريا، سيدي بشر، العصافرة، محمد نجيب، ميامي، المندرة، يبقى المندرة ايه؟ المعمورة، المنتزه، المعمورة، الإصلاح، توسن، أبو قير. إن شاء الله يعني، إن شاء الله. هنا برضو عند محطة المنتزه، يا ريت أنا المنتزه دي يعني ما يحصلش فيها أي تعديلات. الدستور جميل جدا هنا عند المنتزه الصراحة. الحتة من أول أبو قير لحد فين؟ لحد فاكتوريا ما فيهاش مشاكل في المباني يعني. هما بس بدأوا امبارح يشيلوا المحلات، ويزيلوا المحلات اللي هي في منطقة المنظرة والعصافرة وفاكتوريا. المشكلة في المباني بقى من أول غبريال لحد شارع وينجت، الناحية الضيقة لسه مش عارفين اللي هيحصل في المنطقة ديت من غبريال لحد وينجت. هي دي المسافة يعني ايه. حرم المترو فيها صغير جدا، فده هيشال بقى إزالات المباني اللي شمال ويمين. لسه برضه مع نشوف برضه المنتزه يا جماعة جميلة ازاي، والله بحبها جدا المنتزه دي. الحتة من أول وينجت لحد محطة مصر ما فيهاش مشاكل، واسعة والدنيا واسعة، ما فيهاش مشاكل خالص. بس هم لسه بيعملوا محطة سبورتنج، بيقولوا هياخدوا حتة كده من اليمين من كومباوند اللي هناك ده، لسه ايه في كده زي مناوشات، وهنشوف يعني اللي هيحصل ان شاء الله يعني. انا حاولت كده اختصر لكم. في برضو العمدان ديت، العمدان هتبقى ما بين العمود والعمود حوالي 50 متر. المحطات هتبقى علوية بسلالم كهربائية وسلالم عادية، عشان برضو لو الكهرباء قطعت ولا حاجة يبقى ايه، ممكن تطلع على المترو ان شاء الله. ايه تاني يا جماعة في موضوع المترو؟ قلنا المحطات، وقلنا المحطات الجديدة، وقلنا اللي حصل شكل القضبان والمحطات واترصفت. كان اوراسكوم هي اللي واخده المشروع دوت، نجيب ساويرس. بصراحه بصوا يعني الانجاز اللي حصل، حته يعني سيليبريشن يا جماعه. الانجاز اللي حصل في الكام شهر هو 9 شهور الصراحه، كويس جدا يعني. العمدان طلعت في ابو قير، وطلعت في سيدي بشر، وطلعت في المنتزه، وطلعت في المنظره، وطلعت في العصافره، وشغالين برضه هو دي الحته اللي ما بين المنظره والعصافره.
دكتور ياباني، مش فاكر بالظبط فين، صورتها فين والله. المهم إن هي على مسار قطر يعني. ان شاء الله يا جماعه احنا مع بعضينا كدهوت. يا رب كده اكون قلت كل حاجه، لو في اي حاجه كده ما قلتهاش تكتبوا لي في الكومنتات. وان شاء الله بعض يا جماعه مع بعضينا كده يوم بيوم بنشوف اخر تطورات المترو والترام وايه اللي هيحصل في الدنيا. شكرا يا جماعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبكم الفيديو اشتراك ولايك، ما عجبكمش برضه اشتراك ولايك. ماشي يا جماعه. واي ملاحظه يا جماعه اكتبها لي في الكومنتات ان شاء الله. نحاول نتفاداها في الفيديو الجاي ان شاء الله. اكيد كلنا اخوات واصحاب، نخاف على بعضينا كلنا يعني. شكرا يا جماعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب دايما بخير وسعاده، ودايما اسكندريه في تطور وازدهار الخير ان شاء الله. ما تحرمنيش بقى يا جماعه من لايك والاشتراك في القناه عشان نقدر نجيب لكم كل حاجه في اسكندريه ان شاء الله. شكرا يا جماعه، والسلام عليكم.